الاكسجين، الاكل الكتير، والحياه الهادئه. دلوقتي حاليا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده نسبة الأكسجين 21%، لكن في عصر الكربونيفرس أو العصر الكربوني اللي كانت عايشة فيه كل الكائنات دي كانت نسبة الأكسجين ل 35%. وكل ما زادت نسبة الأكسجين كل ما جسم أرثرو خد أكسجين كتير، وده ساعده إن هو يكبر. بس مش الأكسجين لوحده، أنت عندك كمان الأكل كان متوفر بكثرة، بياكل بياكل بياكل، محدش بيقول له أنت بتعمل إيه. ده غير إن حياته هادية، لا في حد بياكله ولا هو بيتعارك مع حد على الأكل، يعني عايش براحته، بيتنفس اكسجين كتير، بياكل كتير، وعايش مباشر كده، ما فيش مطاردات بقى، ما فيش حركه، ما فيش اي مجهود، ما يكبرش ويبقلظ ليه؟ هتقولي الله، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حشره في حجم سجاده الصاله، ايه اللي يخليها تنقرض؟ وليه تسيب لنا وراها بتاع صغننه كده اسمها ام 44 نفس الشكل؟ ما انت زي ما انت عارف ان مفيش حاجه بتفضل على حالها. عصر الكربوني او الكربونيفرس ضربوا جفاف، المناخ بقى جاف، الغابات تقل والنباتات تقل، الاكل بتاع ارثر انقرض. ولما بقى الغابات تقل والنباتات تقل الاكسجين كمان يقل، واللي حصل كالاتي: الاكسجين قل من 35% ل 15%. ارثرو بقى مزنوق، لا عارف يتنفس ولا لاقي ياكل. ويا ريتها جت على النفس والاكل، دي كمان ظهرت الزواحف. اهي الزواحف اللي ظهرت دي بقت تنافسوا على كميه الاكل الصغننه اللي لسه فاضله. فارثرو بقى لا لاقي ياكل ولا عارف يتنفس، وكمان جاله ناس نركد عليه عيشته. فقال لك بس انا هنقرض. قصه حزينه زي قصه اي كائن حي ينقرض، لازم يبقى فيها معاناه. هتقولي ثانيه واحده، هو انقرض خلاص كده؟ يعني ما فيش حد شافه، محدش صوره، مش مستخبي هنا ولا هنا ولا نظرات المؤامره دي؟ والله للاسف هو انقرض، لكن قرايبه عايشين معانا دلوقتي. ارثرو بلورا وام 44 الاثنين دول يعتبروا سلايف. بس خليني اقول لك مفاجاه، ام 44 ما عندهاش 44 رجل. زمان سالوا احد الحكماء، قالوا له هي الحشره دي اللي عندها رجلين كتير عندها كام رجل؟ الراجل جاب الحشره كده وقعد يقول لك 1 2 3 44 رجل. كان فاكر يا حبيبي ان محدش هيعد وراه، لكن على مين؟ ده احنا علماء. العلماء جابوا هذه الحشره وقعدوا يعدوا رجل رجل. ام 44 طالع عندها من 80 ل 200 رجل. وعندك الالاكمي بلانابيز لوحدها عندها 750 رجل. يلا تخيل كده ان انت ماشي بالليل في شارع ضلمه، يا دوبك كده اضاءه خفيفه خالص، وانت ماشي كده وحاطط ايدك في جيبك وباصص في الارض، لقيت فجأة خيال قدامك على الأرض عمال بيكبر. بتبص وراك لقيت أرثر بلورا. هتعمل ايه؟ أنا أقول لك أنت هتعمل ايه؟ أنت هتعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو وحاجات كتير